اهلا البنات، مرحبا بكم معايا في القناة ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. كما راكم تشوفوا وصفتنا تاع اليوم هي كيكة بالفواكه في هذه السخانة. كيكة باردة منعشة وبنينة، ما عندي ما نقول فيها. الكيكة هذه صراحة هي كيكة تشيكية، تعلمتها انا هنايا في التشيك على صديقتي وليت نعملها بنينة بزاف. كما قلت لكم يعني فيها 3 طبقات، الكيك والكريمة والفوقاني هذاك راح تدخلوا فيه البودينغ اللي نقولوا له حنا في الجزائر الفلان. اروحوا تشوفوا معايا كيفاش عملتها انايا. اول شيء البنات، لو كيك تاع الكيك اللي راح نعملوه صراحة هو الكيك ماشي هذا، لكن انا حبيت نعمل الكيك تاعي. وش فيه الكيك ديالي؟ فيه 3 حبات بيض، رشة تاع الملح. الكيك تاعي هذا كل شيء 6 ملاعق اللي راح نوضعوا، كل شيء 6 ملاعق. تتحصلوا على واحد الكيك تقول ان بسكوي غولي قلت لكم ولا جينواز خفيف هايل. واش درت انا؟ درت 3 حبات بيض، رشه تاع الملح، 6 ملاعق كبار تاع سكر، خلطتهم حتى تضاعف الحجم تاعهم. زدت لهم 6 ملاعق كبار تاع الزيت تدريجيا كما راكم تشوفوا، 6 ملاعق كبار تاع الحليب كما راكم تشاهدوا. ونخلط وتوجور الخلاط تاعي البيتخان تاعي راهو يدور. زدت له ملعقه تاع الخل مع 5 ملاعق كبار تاع الماء. الماء يكون سخون ونقعد نخلطوا البنات. شوفوا راني وريت لكم بالعاني الملعقه الفارينه تكون بومبي، يعني مليانه ماشي ممسوحه. 6 ملاعق بومبي تاع الفارينه كما شفتوني، كيس خميره كيميائيه. ونقعد هنا تخلطوا، يعني ماشي كيما لا جينواز بلا سباتولا، لا هنا نخلط الكيك عادي. حطيتها في صينيه تاع الفرن كما راكم تشوفوا. الصينيه تاعي 42 على 31. حطيتها دخلتها في الفرن على 170 درجه حوالي 30 دقيقه، كانت طيب يعني بغردها. شوفوا كيفاش خرجت من الفرن. نخليها دوكا حتى تبرد الان ونجو نجهزوا البنات الكريمه تاعنا. واش هي الكريمه؟ نسحقوا علبه تاع لا كريم فخاش، ولا هنايا بالتشيكيه زاكي سانا سميتانا كيما راكم تشوفوا، مع ملعقتين تاع سكر ناعم. ونقعدوا نخلطوا الخليط هذا مليح مليح، نحطوه على جنب. ونجو نطلعوا كيما راكم تشوفوا كريمه الخفق اللي هي سميتانا نشليهاني كيما راكم تشوفوا. نطلعوها حتى تولي كريمه. بعد ما نطلعوها الخليطين هذوك اللي عملناهم اللي هي كريمه لا كريم فخاش مع كريمه تاع الخفق، نخلطوهم كيما راكم تشوفوا، نخلطوهم مليح مليح. واش ندير دوكا؟ نجيبوا الكيكه تاعنا كيما راكم تشوفوا. انا استعملت هاد الفواكه اللي هما لي سوريز، وانتم ديروا اي نوع شوفوا هدايا اي نوع فاكهه تكون موجوده الا التفاح والنجاص ما يجوش في الفاكهه هذه، يعني المشماش، الخوخ، النكتارين، العنب، واش حبيتوا حطوا في الكيكه هذه. يعني ماشي لازم هذا النوع تاع الفاكهه الموجوده الموسميه وضعوها. حطيت هذيك طبقه تاع الكريمه، زيد حطيت طبقه تاع الفواكه. دوكا راح نحضر معكم السيرو اللي حطيته من الفوق. شوفوا حطيت انا 200 مليلتر تاع الماء مع 50 مليلتر تاع سيرو بنكهه الفراوله. واش ندير البنات؟ راح نوضع ملعقتين تاع البودينغ، هنا نقولوا له بودينغ، في الجزائر نقولوا له الفلان. لكن بالنسبه لي تبعوني في الجزائر لازم كي تحطوا ملعقتين تاع الفلان لازم تزيدوا معاهم ملعقه تاع نشا، لانه الفلان تاع التشيك والفلان تاع الجزائر يختلف تماما. فلي تبعوني في الجزائر راح يزيدوا ملعقه تاع نشا. ونحطه فوق النار حتى يعقد. شوفوا كيفاش يوري لي يعقد تماما هاوليك. ونحطوه هنا ما كان تدخلوه يبرد مباشره، حطوه فوق الكيكه، لكن حطوه هكا كما نقولوا حنا بالملعقه شويه شويه باش ما تسيحلناش هذيك الكريمه. بعد ما حطيته كملت دخلتها للثلاجه مباشره، يعني خلوها 3 سوايع فما اكثر. شوفوا البنات بعد ما طلعتها من الثلاجه كيفاش راهو الشكل ديالها. شوفوا البنات بعد ما تجمد كلش، شوفوا ها السيرو هذاك جمد لي، ولا كما نقولوا حنا الفلان جمد لي، الفواكه شدوا بلاصتهم. راح نقطع معكم قطعه كما راكم تشاهدوا باش تشوفوا القوام تاعها كيف. شوفوا البنات يعني ما شاء الله الكيكه، صدقوني الكيكه هذه قادرين تجربوها وتعملوها في عده مناسبات، يعني حتى قادرين تعملوها كيكه عيد ميلاد، قادرين تستعملوا ان كيك نورمال تحطوا فوقه شوكولا. كيكه جربوها ورجعوا لي بالخبر.
كما راكم تشوفوا هاوليك الكاطو تاعنا راهو قدامكم البنات. الصوره راهي تعبر على روحها، يعني كيكه بارده ما عندي ما نقول فيها. صراحه انا اول ما سمعت انه فيها الفلام الفوق استغربت، لكن كي ذقتها وجربتها انا واش نقول لكم، كي تجربوها راح تعرفوا الذوق ديالها. شوفوا كي نقطع معكم قطعه، شوفوا هادوك الطبقات اللي عندي، الكيك، لاكرام، هذاك الفلام الفوق، الفواكه، ما عندي ما نحكي البنات. شوفوا ما شاء الله راهي باينه قدامكم، يعني كما نقولوا كلش راهو قدامكم. وكما قلت لكم البنات، هذه اي نوع فاكهه تقدروا تحطوه من الفوق من غير التفاح والنجاص، يعني الفواكه اللي تكون يعني قاسيه شويه ما تصلحش، يعني الفاكهه تكون طريه تقدروا ديروها من الفوق. هذه هي الوصفه تاعنا طالها لي بالبنات، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، نتمنى تجربوها واستنوني في وصفات اخرى. سلام.